أنا اسمي مروان، طالب في كلية إعلام في سنة تانية. قصتي بدأت لما كنت رايح أقضي أسبوع في بيت جدي في الريف، في قرية صغيرة كده، نقدر نقول من القرى الفقيرة هناك. كنت فاكرها هتكون فرصة أريح فيها دماغي شوية من زحمة القاهرة، لكن اللي حصل لي ما كانش راحة، ده كان كابوس. أول يوم لما رحت، طبعا قابلت خالي هناك، رحب بيا وفتح لي بيت جدي، قعدت فيه، ظبطت هدومي وحاجتي وقعدت. صراحة راحة بال، أي حد هيكون عايش في الأرياف هيفهم قصدي. أول يوم وأنا نايم سمعت صوت بيهمس باسمي، كان ناعم وهادي لكن مش مريح. قمت مفزوع، فتحت الشباك. الشارع كان ضلمة، ضلمة جدا، بس كان في صوت، صوت حد بينده عليا، بيقول لي تعالى يا مروان. حاولت أقنع نفسي إن ده حلم، أو يمكن صوت هوا داخل من الشباك. ما حطيتش في دماغي الصراحة. بس في الليلة التانية حصلت حاجة خلتني أتأكد إن الصوت ده حقيقي. كنت قاعد ماسك الموبايل على السرير وعادي فاتح فيسبوك وبقلب، لقيت مرة واحدة نفس الصوت بيتكرر تاني، بس المرة دي حسيته بجد، نادى عليا صوت جميل لكن مرعب، بيقول لي تعالى يا مروان. بصراحة قمت مفزوع من مكاني، قلت لأ، مش هينفع أسكت. نزلت لخالي تحت وحكيت له اللي حصل.